السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مقطع جديد، وأخيرا ولأول مرة في تاريخ الأنيميشن العربي والأنيميشن بشكل كامل، الجزائر تقوم بإصدار فيلم أنيميشن ثلاثي الأبعاد بصنع جزائري بالكامل. الفيلم صدر في الصيف الماضي من استوديو ديكليك برودكشنز من أداء ديما طرقان، والتي هي ابنة طارق العربي طرقان الذي اشتهر بأغاني أنميات سبيستون القديمة. وأنا وبات الوحيدان اللذان شاهدا هذا الفيلم في السينما، بالطبع بعد فريق أنيميت الذين يملكون نسخة من الفيلم مقدمة من صناع الفيلم أنفسهم. قبل أن نبدأ أحذر من وجود حرق لأحداث الفيلم، إلا إن كنت لا تهتم بالحرق عادي يمكنك أن تكمل الفيديو. على كل حال معكم فاير، وهذا ملخص 5 بئر النسيان. هل تذكر أمك؟ يبدأ الفيلم بطفل صغير يرتدي عباءة زرقاء مغمى عليه الوعي ساقط في الرمال، ثم تأتي شعلة تدور حوله واسمها خامسة، ثم يستيقظ الفتى والذي يكون بطل القصة ويبدأ بالتمشي لبضع لحظات لنرى شخصية عملاقة بعباءة ذهبية تسأل الطفل عن سبب تواجده هنا، ويقول أنه لا يعرف حتى كيف وصل إلى هنا. أخبره العملاقة أنه في بئر النسيان، حيث عندما ينسى الناس شيئا تحبس ذكرياتهم خلف هذا الباب، والتي يتضح أنها حريسته. يشعر الفتى بالخوف، فتطمئنه تيدار وتقول أنها يمكنها إعادته إلى منزله، وأن هذا سيصبح مجرد حلم فقط عليه تذكر منزله وسيعود إليه. حاول الفتى التذكر لكن بلا فائدة، حتى أنه نسي اسمه، فتقول تيدار أن هذا ما خشيته كونه أمضى وقتا طويلا هنا، فقد بدأت ذكرياته بالتناسي، وأن الطريقة الوحيدة للعودة هي أن يجمع ذكرياته عبر الدخول إلى هذا الباب وإحضارها. ثم نرى مجموعة من الساعات الرملية التي كلها داكنة سوداء، ثم نرى ساعة منها تتجه نحو الفتى ونعرف أنها ساعته. تقول تيدار إذا أصبحت الساعة داكنة مثل الساعة الأخرى ستتحجر الذكريات وتحتجز هنا. ما نقصده من كلامها أن عليه الإسراع في العثور عليها قبل فوات الأوان، وأنه عليه عدم القلق لأنه سيتعرف على ذكرياته عندما يراها. يسألها الطفل إن كانت سترافقه، فتخبره أنها لا تستطيع لأنها حارسة البوابة، لكن خامسة سترافقه، وبهذا يدخل بطلنا الباب وتبدأ المغامرة. بعد يحل الظلام ونسمع صوتا ينادي آدي، ونرى ساعة رملية في أعين الطفل، ثم يظهر مكان في الصحراء يتذكر الطفل اسمه وهو آدي، فتمتلئ الساعة الرملية قليلا نظرا لأن الطفل قد تذكر اسمه. بعد تأتي خامسة لعند الطفل فيخبرها أنه قد تذكر اسمه وهو آدي، ثم يرى في الصحراء مكان كبيرا يشبه الحصن، فيقرر دخوله على أمل أن يشهد بعض ذكرياته. فبدأ يسير حول الأماكن واحدا تلو الآخر حتى وصل آدي إلى المكان المهم، وفيه عرش فيجلس عليه، ويخبر خامسة أن المقعد غير مريح، ويتساءل كيف كان صاحب العرش يجلس عليه دائما. ثم يرى رسما غريبا في العرش كأنه رمز غريب، ويبدو مألوفا له، فيتذكر شيئا عنه، لكن فجأة تتحرك يد عملاقة من أسفل الرمال وتمسك آدي داخله. حاول آدي طلب المساعدة من تيدار، بينما حاولت اليد القضاء عليه. تأتي لآدي ذكرى من ذكرياته، ويتذكر أنه كان يقف أمام شعب بجانب والدته وأنهم كانوا يحيونه، ثم يظلم المكان. يستيقظ آدي بعدها ويرى تيدار وخامسة جانب نار وشجرة، تعطيه تيدار فاكهة ليأكلها، فيحس آدي أن هذه الرائحة وهذا المكان مألوف. وعندها يتذكر أن هذا المكان الذي كانت فيه والدته قد أخبرته أنها أنجبته هناك، وأنه كان معجزة لأنه سينقذ القبيلة. وهكذا تظهر الساعة مجددا وتمتلئ، ولم يتبقى إلا ذكرى واحدة حتى يستعيد آدي جميع ذكرياته ويخرج من هذا المكان. لكن فجأة يسمع الرفاق
الآفاق صوتا غريبا. وبعدها نرى آدي في مكان أبيض غريب، ونرى نسخة أخرى منه لكن مشوهة وعينه مفقوعة، وهو يخاطب آدي الذي يخبره أنه لا فائدة من المحاولة وأنه عليه الاستسلام. عندها يتذكر آدي آخر ذكرى له، وهي أنه كان واقفا مع أمه بجانب بئر، والتي تخبره أنه كان هدية وأنها عليها أن تعيدها لهم حتى يحافظوا على الحياة الأبدية. وبعدها تدفع أم آدي ابنها في البئر ويسقط هناك. بعدها تمتلئ الساعة الرملية بالكامل، وتذكر آدي جميع ذكرياته، وأنه كان طفل وحيد في القبيلة التي كان فيها وباء، وأن والدته ضحت به حتى يحصلوا على الخلود. يشعر آدي بالصدمة والاكتئاب، ويعرف أنه ليس لديه أي مكان للعودة، ويحزن عندها. تأتي الساعة الرملية مكتملة بذكرياته، وبعدها تظهر خامسة متحولة لشكل جديد تماما بنفس رداء آدي، ونعرف أنها هي الحاكمة لهذا المكان، وتطلب من آدي أن يعطيها الساعة الرملية. وعندما تأخذها تتحول إلى اللون الأسود، ويسقط آدي في الأرض وينظر إليها وهو يبتسم ويقول: فلنلعب معا، المكان جميل هنا. وبعدها تتدمر الساعة ويموت آدي، ويتحول جسده إلى تلك القطع العشوائية التي رأيناها في أغلبية الفيلم، وتخرج روحه على شكل شعلة مثل الشعلات التي ظهرت في بداية الفيلم التي لم نذكرها، ويذهب مع بقية الشعلات، وهكذا ينتهي الفيلم. فيرتم من المونتاج هنا. نسيت أن أقول أتمنى أن يعجبكم الفيديو والملخص. هناك فيديوهات قادمة جديدة، انتظروا، وبداية سنة سعيدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو ومشاركته مع أصدقائكم، وبيس اوت.